في كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة. شكرا للكباتن يوسف وطارق، وسنذهب مباشرة الآن على هذه الأنغام إلى زميلي عصام شوالي. عصام تفضل، الخط معك. شكرا للزميل الأخضر بالريش هنا من قلعة سانتياغو برنابيو على هذا التيفو وروعة استوديو المباراة في استاد القمة كلاسيكو الموندو برشلونة ريال مدريد. ريال مدريد برشلونة اليوم عبر بين بلغتنا لغة الذات، ولكن باللغة التركية، في لغة الإسبان الماتادور، في لغة فيكتور هوغو الفرنسي، بلغة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغة الشرق الأقصى من أندونيسيا إلى تايلاند. إذا هذا اللقاء نترككم في هذه اللحظات للتاريخ مع كلاسيكو بحساباته الكثيرة وعقاباته الكبيرة. الريال لفتح المنافسة على الدوري من جديد، والبرسا من أجل ختم ملكي يتوجهم أبطال بحالة الانتصار. المباراة في الساعة 1 ظهرا هنا في التوقيت الإسباني تفرضه يا سادة عملة كرة القدم كلاسيكو البزنس، أيضا القيمة الاقتصادية في عالم الرياضة. دالاس 4.2 بليون دولار في كرة القدم الأمريكية. القيمة الاقتصادية لنيويورك فريق الباسكت 3.7 بليون دولار. مانشستر يونايتد أول نادي كرة قدم والثالث في الرياضة العالمية ب 3.69 بليون دولار. الرابع البارسا 3.64، والخامس ريال مدريد 3.58. أنت تتحدث عن بلايين الدولارات، تتحدث عن قيمة التسويق. فريق ريال مدريد 743 مليون يورو هي القيمة متاع اللاعبين. البارسا 706 مليون. تكلمت بلغة الدولارات وبدأت وانطلقت بلحظة وكرة اليوروات هنا في قمة الساحرة المستديرة الفوتبول مونديال بين ريال مدريد وإف سي برشلونة. لحراسة المرمى تير شتيغن، رقم 20 سيرجي روبرتو، على اليسار جوردي ألبا، رقم 3 جيرا بيكي، رقم 25 فيرمايلن، رقم 4 راكيتيتش، رقم 5 بوسكيتس، رقم 15 باولينو، رقم 8 أندريا سينيستا، 10 ميسي، و9 لويس سواريز البيستوليرو. تشكيلة الميرينج الريال مدريد لحراسة المرمى نافاس، رقم 2 كارفاخال، رقم 12 مارسيلو، رقم 4 سيرخيو راموس، 5 رافا فاران، 23 كوفازيتش، 14 كازيميرو، 10 لوكا مودريتش، رقم 8 توني كروس. وفي الهجوم يلعب كريستيانو رونالدو، رقم 7 و9 كريم بنزيما. حكم المباراة السينيور مارتينيز، هذا الحكم اللي زفر مباراة السوبر من 4 شهور فاز فيها الريال في سانتياغو 2-0، وهو الحكم الذي لا يخسر معه الريال مدريد على مستوى المباريات، وهو حكم 7 انتصارات في التعادل. تنطلق الكرة الأولى خطيرة، يمشي الدون كريستيانو رونالدو، يلعب كريستيانو رونالدو، تتهيأ الكرة خطيرة للميرينجي، توني كروس، الناس إلى مانشافت، يلعب الكرة كارفاخال، الخال يمشي على اليمين، يربح كورنر. نعم، أول ركنيات القمة، أول ركنيات الكلاسيكو يا سادة هنا في قمة سانتياغو برنابيو في كلاسيكو الليغا اللي تلعب أول مرة في التاريخ 17 فيفري عام 29، وانتهى بفوز الملوك 2-1 على ملعب الكتالان في برشلونة. ركنية لفريق ريال مدريد حاول يستفيد منها طبعا توني كروس، هدف مبكر يشعل مباراة الريال فريق الشوط الاول في الليغا هذا الموسم، والراسية والهدف الاول الريال، لكن اوفسايد تسلل. انا تكلمت عن مدريد البدايات وتكلمت عن مدريد الاشواط الاولى، لانه عزيزنا المشاهد 21 هدف من مجموعة 30
اللي سجلها الريال مدريد في استا تمبورادا في هذا الموسم كانت تسجلت وادعمت في الاشواط الاولى. لذلك قلت الريال اذا يحب يربح الكلاسيكو فترته الاولى والشوط الاول، خاصه انه البارسا فريق يعتمد على قوته الضربه الهجوميه، اقوى تاك ب 42 جول، واقوى هداف البيتشيتشي ليونيل ميسي 14 جول. تمشي كرة لمودريتش، بداية قوية من مدريد، الانطلاقة في الشوط أول في مباراة رقم 237 في كلاسيكو العالم، أول كلاسيكو على استاد البرنابيو هنا في منطقة الشمارتين، تلعبت في 19 من سبتمبر 48، يومها من 70 سنة الانتصار كان كاتالان 2-1. واول هدف في استاد هذا في كلاسيكو الارض حمل التوقيع فلورينسيو كافا لاعب المدريد. ترجع كرة اللاعب البارسا، حائرة محتارة في الأخير تختار، ينطلق كازيميرو يرجع الكرة كيلور نافاس، كيلور ينطلق تيكوس دي كوستاريكا، تلعب الكرة عن طريق راموس، يرجع كرة مارسيلو وسط الميدان. أي لقاء أي أداء أي مردود في لقاءات الظهيرة. الساعة 1 كل العالم تراقب عن كثب قمة الدنيا والصراع الجبابرة هنا في لقاء العمالقة. ترجع كرة عن طريق وسط الملعب، كرة مدريدية للريال، دارت مليح، لفت ودارت، مشات على اليسار، نقطة الانطلاق وخط القوة، يمشي خط النار مارسيلو، يلعب للدون كريستيانو، 17 جول في الكلاسيكو من 2009، يمشي كريستيانو عرضية الدون والكرة تمشي ضربة تماس للريال مدريد. كرة للريال عن طريق كريستيانو رونالدو. الكلاسيكو تلعب للتاريخ 236 مرة، يتقدم الميرينجي في دفاتر ألبوم الذكريات، 95 انتصار للميرينجي، 92 فوز وربح للبارسا. التسديدة السهلة، لا خوف على تير شتيجن. ترجع الكرة من اليمان لوسط الميدان، تتهيأ كرة برشلونية، المنتصف والضغط على انيستا، اندرياس انيستا يمشي الرسام مع مودريتش الحائز على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في مونديال الأندية في أبو ظبي. هذه عادة لصورة كارفاخال، التسديدة وتير شتيجن موجود على الخط. البارسا لو يعدي الفترة الصعبة في أول ربع ساعة 20 دقيقة بدون معاناة سيصل لمرمى الحارس كيلور نافاس. اخر مرة ريال مدريد ما قبلش هدف من الكتالوني هنا في قلعته في حديقته سانتياغو برنابيو عام 2006. اخر 19 كلاسيكو اتاك برشلونة نال من شباك وعرين الميرينجي. ترجع الكرة ريالية، كرة ملكية مدريدية وسط الميدان، تلعب على الجهة اليسرى نقطة الخط وقوة الانطلاق في فورمة كريستيانو، يمشي رونالدو، هز الكرة الدون، يلعب الكرة والتوزيع، البحث الدائم عن بنزيما. ترجع الكرة كاتالونية للبارسا، يلعب سيرجي روبرتو، سيرجي للبولغا، يمشي ليونيل ميسي بين ثلاثة، عدى الباس، كرة في الدفاع، ترجع وسط ميدان مدريد. كما قال الكابتن طارق قم المعارك وسط الملعب. الريال البارسا لمن الانتصار في مباراة القمة، فارق ال 11 نقطة يخلي الريال تحت الضغط، يخلي البارسا يلعب لفرصة القضاء على أي أمل الملاحقين من أجل تسيد الليغا وتحقيق اللقب رقم 25 في تاريخ البلاوغرانا. سيرجي روبرتو يلعب الكرة راكيتيتش، ترجع الكرة لسيرجي، حط الكرة لتير شتيجن. الانتصارات التاريخية في عام 35 الريال فاز 8-2 ولكن ليس في استاد هذا، في الملعب السابق للميرينجي، بينما انتصارات في أرضية البرنابيو 6-1 في 49، 5-0 في 53، خماسية أخرى نظيفة تكررت في 95. بينما أكبر فوز للكتالوني في العاصمة مدريد تحقق بخماسية نظيفة في 74 بقيادة يوهان كرويف، و6-2 في 2009 بقيادة ليو. ترجع الكرة للفريق الكتالوني، إرنستو فالفيردي بال4-4-2 في ظل مغادرة نيمار. ترجع الكرة وسط الميدان، يضغط جوردي ألبا، جوردي والدفاع من كارفاخال يطلع لبريس انيستا ورفقائه، والكرة للملكي في وسط ميدانه. هذا زين الدين زيدان
يربح الكلاسيكو دا سوبر كوبا ذهابا في الكامب نو وايابا في البرنابيو. اذا يربح اليوم يدخل التاريخ، بعد تقريب 40 سنه سيكون المدرب المدريدي الأول منذ عهد مولوني اللي حقق 3 انتصارات متتالية في الكلاسيكو ديل موندو. خطيرة من ليو، تمشي كرة لويس سواريز ورايو صفارة تسلل ضد البارسا. طبعا في القراءة التاريخية للكلاسيكو تتحدث عن 236 مواجهة، 174 ماتش في الليغا، 34 في تاريخ الكوبا ديل ري، 14 بنهايات السوبر كوبا، 6 في عداد كاس الرابطة وكوبا دي لا ليغا، و8 مواجهات في أمجد الكؤوس الأوروبية للشامبيونز. هذه المواجهات التاريخية بين الريال والبارسا. 95 انتصار للميرينجي، 92 البلاوغرانا. أفضلية الأهداف أيضا للميرينجي للعاصمة مدريد، 399 جول أبيض مقابل 384 للكتالوني. اليوم فرصة لمدريد أنه يسجل هدفه رقم 400 في تاريخ الكلاسيكو. ترجع الكرة للفريق الكتالوني، كرة للبارسا، الانطلاق الهجومي، كرة عن طريق فيرمايلن، يلعب فيرمايلن مرة أخرى، الانطلاق من فيرمايلن، حط الكرة لجوردي الراعي الرسمي والممول الرئيسي لأهداف ليو ميسي. ترجع الكرة مرة أخرى فيرمايلن في قلب الدفاع، يلعب لليسار جوردي، البالي أندرياس، يمشي الرسام انيستا حط الكرة بوسكيتس لوسط الميدان، يلعب سيرخيو بوسكيتس. ترجع الكرة اليوم خير تقوية وسط الميدان وبإقحام باولينو 6 أهداف في موسم الليغا مع البارسا، يعني مجموع ما سجله الثنائي الهجومي للميرينجي، 4 أهداف لكريستيانو وثنائية بنزيما اللي عنده الكرة كريم، يمشي بنزيما حط الكرة خرجت مليحة من كازيميرو. ترجع كرة مدريدية، كرة للدور كريستيانو، حط الكرة الصاروخ ماديرا. ترجع الكرة مرة ثانية للبرازيلي، هز الكرة الأمير الكروات، يلعب مودريتش، يمشي لوكا مودريتش للميرينجي، حط الكرة كارفاخال، يرجع الكرة وسط الملعب للريال. كوفازيتش المكلف بمهمة لدى الرئيس زين الدين زيدان وهي مراقبة ليو ميسي وشل حركته. ترجع الكرة عن طريق يلعب كوفازيتش، مودريتش حط الكرة مرة أخرى لمدريد، كرة لكوفازيتش، تلعب الكرة كازيميرو وصل الكرة من جديد عن طريق رافا فاران، يلعب الريال عن طريق وسط الميدان اليسار مارسيلو الانطلاق، مارسيلو التوزيع، مارسيلو خطيرة، توني كروس خطيرة، رونالدو ضيع كرة، فرصة أولى هي الأخطر للريال مدريد، كرة صعبة جدا ضاعت من كريستيانو رونالدو على غير عاداته يضيع فرصة من كوراته، كرة ولا بالأحلام مشات من توني كروس يعطي الأسيست والباس، ورونالدو 5 مرات البالون دور لم يضرب كرة ولم يسدد كرة تقريبا على بعد 13 متر من الحارس، ضيع هدف المباراة الافتتاحي الدون البرتغاز كريستيانو. تبقى المباراة على البياض 0-0، ولكن تعادل لن يسود وتعادل لن يتواصل. هذا حديث الذكريات وكلام التاريخ. الكلاسيكو في البرنابيو هجومي بامتياز ولا مجال فيه للكلين شيت، بحيث التاريخ يحكي لك على 93 كلاسيكو فيما سبق تلعبوا على أرضية ميدان البرنابيو بكل المسابقات، مرتين فقط خرجنا 0-0، آخرها من 30 عام، من عام 87. إصابة لإنيستا وخطورة للميرينجي، محاولات البدايات للريال، هدف أبيض للأوفسايد، كرة ضاعت من الدون، ركنية ثانية، مشوار دقيقة 12 من زمن الشوط الأول يعنون على أن الريال يلعب بفرضية الانتصار وبفرصة واحدة وظهره للحيط، والبرسا حتى التعادل يرضيه. تمشي كرة ضربة ركنية، ترجع مرة أخرى ميرينجي للريال اللي سجل هذا الموسم 3 أهداف بالهيد بالراس. ترجع كرة لمدريد، كرة عن طريق وسط الميدان، يلعب الكرة توني كروس على القائم الثاني،
كرة صعيبة، كرة بعيدة، خرجت ضربة مرمى. لا، الحكم يقول العب. كرة ما زالت سليمة، ترجع دفاعية من فريق البارسا عن طريق مودريتش. كنترول في فورمة كبيرة الكرواتي. تمشي كرة كارفاخال على القائم الثاني، خطيرة. اوه، صعبة الكرة من قدام راموس، والحكم يأشر لفاول كان موجود. كانت عملية دفع في رأي موجودة من مهاجم مدريد، والكرة تتهيأ لتير شتيغن. هذا هو حكم المباراة السيد مارتينيز. لم يخسر معه لا الريال ولا البارسا في المباريات اللي سافرها في الليغا. هذا أول سوبر وكلاسيكو بالنسبة له على مستوى الدوري، ولكن كان سفر ماتش السوبر اللي فاز به الريال في استاد هذا التيمبليش. ترجع كرة راكيتيتش، يضرب الكرة بوسكيتس. فماش تسلل او فما الاوفسايد؟ نعم، تسلل على كريستيانو، تسلل على رونالدو. منذ قدوم كريستيانو للليغا في 2009 قادما من الشياطين الحمر مانشستر يونايتد، النتيجة 18 هدف ليو ميسي و17 هدف كريستيانو رونالدو. ولكن ليو ميسي كما تعلمون هو الهداف التاريخي للكلاسيكو. ليو البولغا اللي عنده الكرة تابة الشر، عنده 24 هدف وزايد 13 اسيست. ترجع الكرة وسط الميدان عن طريق فيرماينن، وصل الكرة جوردي ألبا لبوسكيتس. كرة تتهيأ في وسط الميدان عن طريق راكيتيتش، تهز الكرة عن طريق باولينو، يمشي الوحش، ضاعت من البرازيلي. ترجع للمواطن مارسيلو يطول الكرة لكريستيانو، يمشي رونالدو، كونترول ممتاز، اللفة والدورة، يصنع كرة، ولكن راكيتيتش موجود على كرة في اتجاه توني كروس. باولينو يمشي، باولينو، كرة للبارسا. البداية ما زالت متعثرة لفريق الكتالوني، بينما هنا الكرة والحوار والصراع بين كريستيانو وجيرار بيكي. كان فما مسك يستوجب الخطأ بالنسبة لحكم المباراة. تمشي كرة كارفاخال، كرة خطيرة، يخرج ذكية برشا من تير شتيغن كانوا ليبرو ويربح ضربة مرمى. كرة ترجع للألمان تير شتيغن. هذا هو سانتياغو برنابيو، أكثر من 80,000 من العشاق لكرة القدم العالمية ولأكبر مواعيدها الكروية بارسا ريال. هذا الاستاد اللي تم افتتاحه في عام 47 بلقاء ودي بين الريال وبيلينينسيس البرتغالي. ماتش انتهى 3-1 لمدريد، واول هدف في تاريخ الاستاد هذا كان من امضاء اللاعب سابينو باريناغا لاعب الريال. ترجع كرة وسط الميدان، كرة عن طريق كازيميرو، تتهيأ الكرة لتوني كروس. توني 4 مرات بطل العالم، 3 مع الميرينجي ولولا مع البايرن. يمشي بالكرة كريستيانو، رونالدو بنزيما وصل الكرة والدفاع، قطعت كرة الميرينجي. ترجع الكرة عن طريق ليو ميسي كأنه يلعب في حديقته الخلفية لقصره، لأنه هنا في استاد هذا يملك كل الأرقام القياسية. ليونيل سجل 14 هدف، هو أكثر لاعب سجل أهداف في كل البطولات في البرنابيو، سجل 24 هدف. قلت في الكلاسيكو فما لاعب واحد في التاريخ سجل 24 هدف في مرمى الريال، هو السفاح الباسكي لاعب بيلباو في الأربعينيات والخمسينيات تيلمو سارع. البارسا يحاول يهدي اللعب، تمشي كرة نيستا وطويلة لكيلور نافاس. أمامك في الصورة المدرب إرنستو فالفيردي، لا يريد أن يكون أول مدرب من المدرب أوكونور الإيرلندي اللي في الأربعينيات من القرن الماضي كان خسر 4 كلاسيكيات متتاليات، هو الآن خاسر 2. إرنستو فالفيردي اللي كان لاعب في البارسا بين موسمي 88 و 90، لعب 33 ماتش بقميص الازول جرانا، ولكن لم يشترك ابدا في الكلاسيكو. ترجع كرة ملعوبة طويلة، تمشي عن طريق مودريتش لكريم بنزيما يلعب كارفاخال، كريم ترجع الكرة دانييل لوكا، يضغط انيستا، بريسنج عالي من البارسا. ترجع كريستيانو رونالدو يهز مع 3 لاعبية، يمشي مودريتش والحكم يرجع الفاول، يرجع الحكم على خط المدريد. مباراة لحد الآن يسودها التحفظ والحذر
خاصة من جانب البارسا، وهذا مفهوم ومعلوم لفريق عنده 11 نقطة في الفارق في الترتيب، وبالتالي الضغط واللي يلزم يلعب ويلزم يهاجم ويلزم يجازف هو الريال. ترجع كرة بالراس، فماش خطأ، الحكم يقول العب، احتجاج الانصار، كرة ترجع لمودريتش او للكرواتي الاخر، يلعب ليفان راكيتيتش، الراكي يمشي الراكي راكيتيتش، حط الكرة ليونيل ميسي، جاب الكرة لويس، يلعب البيستوليرو سواريز، خطيرة جدا باولينو، اول كرة صعبة على دفاع الريال، ترجع كرة مدريد المرتدة عكس الهجمة من توني كروس. توني جاني كرة، سايب كرة كازيميرو، يمشي كازيميرو، يرجع توني كروس في اليسار، يمشي الالمان، ضرب الالماني، يمشي كروس، حط كرة بنزيما، والكرة واحدة كثير ما تعداش، قطعت الكرة على هجوم الميرينجي، ترجع كرة وسط الملعب للبارسا. راكيتيتش، ميسي، كرة من ليونيل، مباراة أولى في تاريخ الكرة العالمية في تواجد 10 بالون دور، 5 ليونيل، 5 كريستيانو، 7 الشامبيونز ليج بين الاثنين، 7 مونديال الأندية بين الطرفين، والكرة تمشي مودريتش، فما خطأ وفما أول انذار في الكلاسيكو، أول ورقة صفراء في الكلاسيكو. كلاسيكو 23 من ديسمبر 2017، ثاني مرة في تاريخ الكلاسيكو ريال بارسا بهذا اليوم 23 ديسمبر من 10 سنين لعبوا في الكامب نو وفاز الريال بهدف جوليو باتيستا، بينما للمرة الرابعة في تاريخ الكلاسيكو يجي مع الجولة 17 للليغا. فيما سبق فاز البارسا مرتين وانتصر الريال في الثالثة، فلمن ستولي الرابعة في مثل هذه الجولة 17 من عمر كلاسيكو الدنيا. 19 دقيقة لعب في الشوط الأول، مباراة شحيحة، وكأن الفريق الكتالوني والريال ما زالوا في حالة سبات، خاصة المباراة بكري وبدري الساعة 1 الظهر. ترجع الكرة للبارسا بخطأ، ترجع كرة للكتالوني، أمامك باولينو، هذا راموس عنده أرقام سلبية في الكلاسيكو، هو أكثر لاعب خرج بالورقة الحمراء، 5 ريد كارت، وهو أكثر لاعب مع فرناندو هيرو عندهم بطاقات صفراء في الكلاسيكو، عنده 18 بطاقة وانذار، واكثر اللاعبين اللي خسروا الكلاسيكو في التاريخ، 16 هزيمة للكابيتانو راموس، متعادلا مع مانولو سانشيز وراؤول اللي خسر ايضا 16 مرة الكلاسيكو. مباراة لحد الآن تركيزنا على الماضي أكثر من عيشتنا للحاضر يا زيزو. أمامك زين الدين، الرجل اللي فاز مع الريال في سنتين ب8 ألقاب، متعادلا مع مولوني وبعيد على ميغويل مونيوس، الريكور اللي عنده 14 بطولة ولكن في 13 سنة. ترجع كرة من جوردي، يغطي البا، يخسر كرة ولا يرجع جوردي سلامات، يرجع كرة تير شتيغن، حط كرة ليستا والتماس للريال. الريال في سنة تاريخية 2017 حقق الخماسية، الليغا والسوبر اسبانيا والثلاثية العالمية للسنة الثانية متواليا وتتاليا، الشامبيونز على اليوفي، السوبر الاوروبي على مانشستر يونايتد، ومونديال الانديه على فريق الارجنتين. ترجع الكره وسط الميدان خطيره للبرازيل جريميو، ترجع كره خطيره ملعوبه صعبه للريال، يمشي كريستيانو، كره في الدفاع، ورجعت الكره بضغط باولينو المرتده، رونالدو يرجع، رونالدو شوف فيه في فورمه وممكن يعمل حاجه في الكلاسيكو هذا الدون. كريستيانو على بعد هدف من معادلة ألفريدو دي ستيفانو، 18 جول ديل كلاسيكو في كل البطولات. خطأ واضح على كازيميرو، صراع البرازيليين، صراع اللاتينوس، يحسموا الحكم بخطأ لمصلحة لاعب البارسا باولينو. أجواء كبيرة في استاد البرنابيو، هذا لويس سواريز، المباراة متعثرة لحد الآن، طائرة الكلاسيكو لا تقدر على الإقلاع من مطار سانتياغو برنابيو نحو المتعة وتبحر نحو الإبداع. ترجع كرة من رمية جانبية، جوردي ألبا حط الكرة لويس، يلعب البيستوليرو سواريز، يلعب لجوردي، حط الكرة ليستا، خطيرة ليستا، يرجع بالكرة باولينو لميسي، ميسي ليو، كرة اتقطعت من بوردو والريال بالكونتر اتاك، بنزيما، يمشي كريم بنزيما، حط الكرة، كوفازيتش أمام
كوفازيتش الضغط، مباراة وسط الميدان لحد اللحظة، التكتل في الوسط، ترجع كرة مودريتش، صيد كرة، يمشي الريال عن طريق لوكا كرة مارسيلو، خطيرة على برشلونة، لو يعدي البرازيليرو، يمشي مارسيلو وصل كرة حلوة برشا، خطيرة قالت صعبة وضربة مرمى. سلامات للكتالوني. ترجع كرة 5 امتار و50 للرايع تير شتيغن، حارس زامورا لحد الآن. طبعا نسبة لريكاردو زامورا الحارس التاريخي في الكرة الإسبانية، حارس كان في الريال في الثلاثينيات وكان في مونديال الثلاثينيات مع ناروخا لا فوريا دي إسبانيا. جائزة البيتشيتشي مكافأة لأحسن هداف ويتصدرها ميسي 14 جول حاليا، وجائزة زامورا هي التي تخص أفضل حارس وأقل جول كيبر قبل هداف، وهي حاليا للثنائي المدريدي في الأتليتيكو يانو بلاك والألماني في البارسا تير شتيغن، والاثنين قبله كان 7 أهداف. وركنية أولى للبارسا، كرة للكتالوني، كرة للاف سي. انتصف وقت الشوط الاول وفي رايي لحد الان ارنستو فالفيردي سير المباراه اللي يحب. الريال بدون خطوره، الريال بدون تسييم، والريال بدون انياب ولا فرص، وعدى الفتره الحرجه. البارسا بدون قبول هدف. الان ميسي يلعب المباغته خطيره بالراس، ترجع كره كريستيانو في حاله دفاع، ترجع الكره بمواصله الهجوم عن طريق ايفان، يلعب راكيتيتش يبعد على توني، خطيره للبارسا، ترجع كره مره اخرى مدريديه وسط الملعب بوسكيتس، وكره لجوردي، كره تتهيأ لجوردي ألبا، يلعب الكره جوردي، كره عن طريق وسط الميدان، يلعب الكرة انيستا. الريال في اخر 5 سنين هزم برشلونة والكتالوني متصدر مرتين، 2014 واخرها 2016 بذات سكور 2-1. هل يكررها مرة ثالثة في هذه المباراة؟ مباراة الريال والبارسا ومباراة ميسي ورونالدو. كلاسيكو رقم 37 بالنسبة لليو ورقم 29 للبرتغيز. ميسي 16 انتصار في 36 كلاسيكو لعبه، ورونالدو 8 انتصارات في 28 لقاء خاضوا ضد الكتالوني. كرة خطيرة يمشي بالتغطية كارفاخال بامتياز، ترجع الكرة من الدوري الاسباني، ومباراة فيها 37 لاعب دولي، يعني في الفريقين الاثنين بين الرسمي والاحتياط ثم 37 لاعب دولي، 19 في البارسا و18 في الميرينجي. ترجع كرة للريال، يلعب الكرة توني كروس يسكر على اليمين، يطلع فيها دانيال كارفاخال وصل كرة كوفازيتش، يرجع مودريتش ينزل كرة الألماني وصلها للبرتغالي النمرو 1 دي الميرينجي، رجع كرة للألمان، حط الكرة لكارفاخال، وكرة للريال. كرة مدريد فماش مساحات، اللعبة مغلقة والمنافذ موصدة والابواب مغلوقة. ترجع كرة خطيرة، يلعب الريال، الشانس خطيرة والرأسية والركنية، ركنية نمبر 3 للميرينجي، الركنية الثالثة للريال. هل يستثمر مدريد الكرات الثابتة في مباراة صعبة؟ تمشي كرة توني كروس اللاعب القادم من نادي بايرن ميونخ، يمشي توني على القائم الثاني، كرة الثبات، رد بالك من راموس، والحكم يقول خطأ وفاول لمصلحة البارسا. من اشهر الاسماء لويس انريكي، رونالدو نازاريو، لويس فيجو، مايكل لاودروب، جورج حاشي وبيرن شوستر. هذه الاسماء الشهيره تدخل في بوابه الخونه، وعددهم 16 لاعب لعبوا بالوان الفريقين، علما انه فيهم 4 لويس انريكي، رونالدو البرازيلي، فيجو وساميتيه من لاعبيه سجلوا في الكلاسيكو بقميص الجماعتين، سجلوا مع البارسا وسجلوا للريال، وليس من فراغ ان يطلق عليه كلاسيكو الارض، لانه في التاريخ 40 جنسيه مختلفه لعبت كلاسيكو الدنيا، 763 ملاعبي شاركوا بالكلاسيكو، 408 برشلوني، 371 مدريدي، و16 لاعب لعبوا للفريقين.
ولا حضور عربي. كانت عندنا فرصة مع أشرف حكيمي، ولكن حتما سيأتي يوم المغرب ستكون بلد ينضاف إلى قائمة الدول المشاركة في الكلاسيكو ما دام الراية حكيمي موجود. ترجع الكرة لدفاعات الكتالوني، يلعب القائد عميد الدفاع وزير الدفاع الكتالوني، يرجع بالكرة بيكي تتهيأ وسط الملعب للراموس، مضغوط على سيرخيو راموس يلعب بالنار ويخرج كيلور نافاس. نافاس 115 مباراة في 4 مواسم مع الريال، 84 انتصار في ال 115 مشاركة و41 إمباتوتو، يعني كلين شيت. حافظ على شباكه حارس التيكوس ديل كوستاريكا كيلور نافاس. ترجع كرة وسط الملعب، شر يدور لفي 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 ولا واحد قادر يختفك من كفي. ترجع كرة مدريد، هذا عنوان البارسا وكلام الريال، ولكن كلام الميدان تقرره الأقدام يا سادة. كوفا أحد أقدام الكلاسيكو هذا المساء، يمشي بالكرة المكلف بمهمة ميسي، يلعب كرة هجومية عن طريق مارسيلو، العرضية ودفاعية وراسية بيكي. ترجع للبرازيلي، يلعب الكرة مارسيلو وبيكي من جديد. كرة ثانية، الريال يحاول الانطلاق، وسط دفاع منظم ووسط قوي وبدنيا المباراة قوية، صراع الجبابرة، لقاء السحاب يبلغ دقيقة 28 من شوطه الأول وما زال التعادل يسود أبيض بين الأبيض فريق زيزو والبلاوغرانا فريق ميسي. ترجع كرة وسط الميدان على خطأ للبارسا، لعب متقطع. برشلونة الذي تعود على ملعب البرنابيو بآخر المواسم، برشلونة رابح 3 من آخر 4 مواجهات على ملعب سانتياغو، فايز ب4 لقاءات على آخر 6 ومنتصرا في 6 من آخر 9. بمعنى بلغة وقراءة الأرقام البارسا مرشح للفوز. فما رأي مدريد؟ البلاوغرانا بدون هزيمة خارج الديار من أبريل 2017، من 8 شهور من خسارة 2-0 في استاد ملقا. لعبوا خلال 11 زيارة ولا مرة الأرض والجمهور فرحوا قدام الكتالوني. ترجع الكرة من بيكي، بيكي حط الكرة لويس سواريز، يمشي كرة على اليمين، تلعب الكرة عن طريق سيرجي روبرتو وسط الميدان، يلعب البولجا باس ولا أروع، خطيرة والهدف الأول يضيع. البارسا كان قريب، ميسي يلعب باولينو الغدار، الوسط القادم من خارج الديار ليونيل ميسي. هذا هو ليونيل، هذه هي قوة ميسي، هذا هو ليونيل البولجا الأرجنتيني، 5 مرات بلندور. على فكرة في تاريخه بعيدا عن كامب نو جاب 97 هدف، 97 تمريرة حاسمة، يقرب من 100 هدف خارج الديار من صناعة ميدا أرجنتينا من ليو ميسي. كرة طلعت ركنية راسية، ترجع يضرب بيكي للجول، بيكي ما يشوتش، الدفاعية الصد والمرتدة عن طريق مارسيلو، يطلع فيها مارسيلو طريقك مغلق يا ولدي، الطريق مغلق يا ولدي. عاود الاتصال، تمشي المداورة، كرة يدورها، يلعب الريال عاجز في وسط الميدان. كرة بطيئة جدا تطلع من الميرينجي. كوفازيتش في غياب إسكو، لاعب بحلول الهجوم في تدعيم خط الدفاع في وسط الميدان. كوفازيتش وكازيميرو. الريال لا يجد السرعة ولا يجد اللمسة ولا يجد الكرة المطلوبة والمناسبة والمواتية للمباغتة. رافا فاران، يمشي فاران، قدم نهائي مونديال ممتاز ضد جريمو دي بورتو أليجري. ترجع كرة مارسيلو، ثم مساحات، يفتح الثغرات، نصف ساعة في الشوط الأول. كريستيانو رونالدو، جول! الري بالحق، الري بالفعل، الري هنا في قلعة البرنابيو، في قلعة الأجداد، من سانتياغو إلى خينتو إلى خوانيتو إلى الريال إلى سانتا ماريا إلى بوتراكينيو إلى ميتشيل إلى بوسكيتس. الدفاع وركنية لمدريد، ركنية للريال، تمشي ركنية رقم 4. يمشي توني كروس لزيارة أولى في شباك تير شتيغن. قبل كان 7 أهداف في الموسم، 3 فقط خارج الكامب نو، وراسية الميرينجي اوت من كريستيانو.
مباراة مقفولة، مباراة دفاعية، مباراة متحفزة، مباراة الحذر. ترجع الكرة، هذه الكرة الأخيرة والكرة اللي يتصدى فيها كارفاخال قدام جيرار بيكي. ترجع الكرة عن طريق الريال مدريد، تقطع من مودريتش في كل مكان. انيستا يضغط، انيستا بامتياز السنوات. ترجع الكرة عن طريق فيرمايلن، يلعب فيرمايلن، يرجع يعدي عن طريق الحارس تير شتيجن. البارسا من الواضح انه في فكره في الشوط الاول يوصلها 0-0 ومن بعد ربي يعمل دليل. ترجع الكرة عن طريق باولينو، شوف التمركز بتاع باولينو الوحش البرازيلي القادم من الصين. كرة تقطع بامتياز لويس، يقطع الكرة السيليستي دي اوروغواي. يرجع اللاعب اللي بدا في دانوبي وليس في كبيرهم بينارول. ترجع الفيرمايلن لبيكي الكتالوني المتعصب لحرية واستقلال الاقليم. ترجع فيرمايلن، وصل الكرة لجوردي ألبا، يرجع فيرمايلن والكرة لتير شتيجن. ترجع كرة، الهجمة عن طريق راكيتيتش، الدفاع موجود، سليمة من تيكوس كيلر، نافاس لفاران، يطول كرة رافا. 33 دقيقة لعب في الشوط الأول، ماتش تكتيكي والأبواب مغلقة. زيدان يعرف أنه فاينل وفي النهايات عليه أن يتعامل بحنكة وذكاء. ترجع الكرة لكارفاخال، يلعب كارفاخال. ترجع كرة لليونيل ميسي، حيرتني وملكيت فيك حتى دبارة. يمشي الارجنتيني ميسي، خلى الكرة وتمشي صورة الاتاك في المباشر على بين سبورتس. في هجمة ملكية، لا في هجمة كتالونية. ياس يلعب ليو قلبه، او خلينا نقول ساقك في لون الليل ما تصفاش، ساقك في لون الليل ما تصفاش يا ميسي. بينما هنا كرة الدون، يمشي كريستيانو، يمشي رونالدو وكريم بنزيما. فرصة وكرة خطيرة، كرة خطيرة وضربة مرمى للفريق البرشلوني. كرة ترجع للبارسا، كرة كانت خطيرة. كريستيانو رونالدو فما مرتدات، ينسل من الرواق الفارغ في تأخر جوردي ألبا في الحالة الدفاعية. شوف الباس ممتاز بالملي، كرة مليمترية من مودريتش، يلعب كريستيانو، وصل كرة لبنزيما والكرة ضايعة. جمهور الريال يتمنى ابداعات بنزيما تعود، يتمنى ان لا يكتفي الفرنسي اللي امامك في الصوره بدوره التكتيكي ويخلي المساحات لرونالدو باش يسجل. جمهور الميرينجي مل من هذا ويريد هدف من اهداف بنزيما في كلاسيكو الارض. نعم، الراعي الرسمي للجلطه وايضا الشلل الدماغي والسكته الدماغيه بنزيما في اخر فتره مع الريال. ترجع الكره في الانطلاق، يمشي كارفاخال كريستيانو رونالدو اكثر حيويه، يرجع بالكره مدريد. الخطوط مقطوعه والخطوط مفصوله والبرصه بدفاع ممتاز ولا اروع. ترجع الكره عن طريق كروس هزها باليسار، يرجع مارسيلو يلم الوسط، يدخل العمق، يرجع يفكر في الرواق، يحط في الكولوار، يلعب للماني. توني ترجع للريال. كوفا كاسيميرو يخسر الكره والمرتده 2 ضد ضرب على كان ممكن مع المهارات، يمشي خطير جدا لويس سواريز والحارس نافاس. عشر دقائق نهاية الشوط الأول. بيكي يدافع، بوسكيتس يراقب، برج المراقبة في وسط الميدان. كوفازيتش، كريستيانو، ثم لرافائيل فاران. كرة للرفع، ترجع كرة للريال مدريد. كريستيانو رونالدو دارت مليح، مشات من كابيتانو راموس ولد الاندلس، وصل الكرة لتاريخ مدريد، يلعب الكرة وسط الميدان، تنتهي الكرة عن طريق كوفازيتش يرجع لليساري. معظم هجمات الريال من جهه اليسرى في وجود رونالدو وكروس ومارسيلو، هذه واحده منهم، هذه احداها، يمشي مارسيلو الخطير، ما يعديش الكره للدون وقطعت الكره بصلابه دفاع. ميسي لمسه خارج كره، يرجع بوسكيتس انيستا، يمشي الرسام النحات اندرياس انيستا، يلعب كره جوردي حلوه برشا، خشينا برشا، كره حلوه والدفاع من فاران
انضباط المدافعين وبحسن تمركزهم يقطع كرة في مكان صعب كان على ريال مدريد. 37 دقيقة لعب في الشوط الأول. التعادل قائم، التعادل يسود، وكل فريق يذود عن الألوان، عن الحمى الكتالونية وعن الوطن المدريدي العاصمة الريال. 0-0. ترجع كرة خطيرة يمشي فيها سيرجي روبرتو. سيرجي عنده كرة، سيرجي وإصابة مارسيلو يعمل كروس وسهلة لكيلور نافاس. تتوقف المباراة في إمكانية إسعاف البرازيلي المصاب مارسيلو. شوط أول شفنا فيها تقريب فرصة رونالدو اللي ما خطفش الكرة، وتسديدة باولينو وفسخها من الحارس الرائع كيلور نافاس. عدا ذلك شوط متكافئ. المعركة الرئيسية معركة وسط الميدان، ما أعتقده وما رأيته في الشوط الأول تقريب 40 دقيقة في المباراة أن الريال يفتقد لفنيات الوسط، لهجومية وسط ميدانه في ظل إقحام كوفازيتش بصاحب مهام دفاعية على حساب إيسكو صاحب اللمسات الفنية. لذلك الريال تحسه ناقص التوهج والتوجه الهجومي الفني في وسط ميدانه، الشيء اللي يخلي البارسا بانضباطه وبحسن تمركز وانتشار الفريق الكتالوني يسيطر على المباراة من الناحية الدفاعية. مباراة في الشوط الأول دفاعية 100%. ترجع الكرة برصيد فيرمايلن، كرة تقطع ودفاع يلعب وكرة تمرر وحكم يقرر في تماس كرة باليدين ترجع لبرشلونة. ما زلنا ننتظر ابداعات الساحر ميسي اكبر لاعب في التاريخ، ورونالدو جزء مهم ورقم صعب في تاريخ الريال مدريد واكبر هداف في تاريخ المستديرة. ترجع الكرة ليونيل ميسي يسجل ام رونالدو يعادل. سنرى تمشي كرة من انيستا وصلت ليونيل، كرة ميسي اول مرة يدخل منطقة الجزاء، يلعب ليونيل يعمل كروس خطيرة راسية وروعة الحارس مرة اخرى كيلور على باولينو. الريال اكثر استحواذ ولكن البارسا اكثر اختراق واكثر خطورة واكثر فرص للتهديف. الكرة الثانية بالقادمون من خلف. شوف الدور الكبير متاع باولينو، شوف القيمة متاع باولينو، كيل باراد يا كبير، روعة التصدي بطريقة بيليه وجوردن بانكس. العملاق كيلور خرج كرة كورنر للبارسا. البارسا يهدي اللعب، يتحكم في تيمبو المباراة ولكن اخطأ. وقت اللي يهاجم البارسا خطير جدا. تبقى الكرة للكتالوني، كرة خطيرة يمشي ميسي يبعد على مودريتش، يلعب الارجنتيني يمشي ليونيل ميسي. يا البارسا شد علينا مجنونك، يا الكتالوني وقف مهبولك. تمشي كرة وتمر وتعدي وجول. الدفاع المدريدي يدافع على كرة، رونالدو يصنع باس، ترجع كرة مارسيلو كونتر اتاك خطير، يمشي بنزيما حط الكرة للدون، كريستيانو رونالدو حط الكرة بنزيما الراعي الرسمي للجلطة في عشاق ريال مدريد. مش ممكن يرجع بالكرة كارفاخال يضرب بالراس والدفاع قريبة بين كريستيانو وبنزيما. تتحرك المياه الراكدة، تتحرك المياه الجامدة، يمشي مارسيلو هدف راه قريب. ابيض ام كتالوني يمشي توني كروس، توني حط كرة هسه على اليمين، يلعب كرة كارفاخال خطيرة والدفاع رائع. دفاعات الكتالوني يمشي مودريتش، كرة اوت من لوكا، ضربة مرمى لتير شتيجن. إصابة جوردي وتفكير زيزو من قبله وكادر على رونالدو وصورة العصفور استح. كريم بنزيما ما زال زيدان هو من يدافع عليه، يؤمن بقيمة اللاعب الفرنسي القادم الأوائل، يقول أكبر لاعب فرنسي وهداف في تاريخ الشامبيونز ليج، ما زال قادر على الإمتاع، ما زال قادر على الضرب، ما زال قادر على التهديف. وهذه الكرة اللي ضيعها رونالدو كرة مذيع. نرجع للمباراة،
41 دقيقة الجمهور يتحرك، الجمهور بالابيض يتلون، الجمهور بالابيض يصبغ المدرجات للملكي والميرينجي. مدريد اي اجابة من الكتالوني. البرسا خطير، شوف التمركز بتاع باولينو عبارة على راس حربة ثانية. باولينو في مباراة اليوم ترجع الكرة كأنه 9:30. باولينو يرجع بالكرة لديلاكتوري، كروس اسكورة مارسيلو جاي مارسيلو ما يعديش. سيرجي روبرتو بخبرة المواعيد، ترجع كرة من سيرجي، حاط الكرة باولينو من افضل اللعيبة بالشوط الاول. ترجع كرة ممتازة، مارسيلو في المساحات، يمشي بيكي يغطي، يخرج بيكي من مكانه، يلعب مارسيلو يوزع كرة بنزيما، جول! كريم بذكريات ما مضى، يضرب الكرة بنزيما كما كان بنزيما القناص، يضرب كرة ويحطها على القائم. كرة ممتازة. شو مارسيلو يتأخر في الضغط، بيكي يدافع هو متأخر، ينجح التوزيع في البرازيلي، يوصل كرة على راس الفرنسي، وبنزيما يضرب بوتو. كرة في القائم، كرة في الحديدة، ضربها في ماتش الجزيرة في السيمي فاينل، ضربها في ماتش الفينال ضد جريميو، واليوم كرة أخرى. وكأن مع كل الإشكاليات هناك حظ أيضا يعاند ويكابر الفرنسي الجوليادور. ترجع كرة الريال، شم في هدف، يمشي كارفا، حط خال، وصل الكرة، برافو دفاع، ترجع من كارفا خال، يضغط الويس والتماس للميرينجي. رمية جانبية للريال مدريد. تحركت المباراة وإن شاء الله موعودين بشوط ثاني، شوط الكرة، الشوط اللي يستناه كل العالم وتتمناه كل الدنيا. تمشي كرة للملكي، مدريد عن طريق بنزيما، يرجع بالكرة ضايعة من مارسيلو يقاتل، وسيرجي روبرتو يربح الدويل، خرج كرة حلوة ما تعديتش، ترجع من الاوفسايد، تسلل كريستيانو، تسلل ضد رونالدو. كريستيانو رونالدو امامك في الصورة، شرق ولا تغرب لن تجد خوه. رونالدو وحيد القرن في عالم كرة القدم. هذه كرة مارسيلو، قناص يسبق المدافع، يضرب كرة ولا أحلى بطريقة كريم. هذا هو بنزيما اللي يحبه جمهور الميرينجي. ترجع كرة مرة أخرى، كرة عن طريق راكيتيتش، حط كرة سيرجي روبرتو، سيرجي راقي وصل كرة لبيكي، يمشي الزعيم، حط الكرة بيكي لبوسكيتس، يرجع لنيستا، احسن اللاعبين الاسبان في تاريخ برشلونة، يرجع بالكرة فيرماينن، عدى الكرة لباولينو، يلعب الوحش، وصلها لليساري، اليساري يرجع للويس توصل له، سواريز فما كرة واحدة اثنين مع ليو، فما خطأ، الحكم يقول ادفانتج، ما فما شيء، تمشي كرة على طريق مارسيلو، يلعب في العمق، اشتاقن كأنه ليبرو، حس الكرة بدين لأنه في منطقته. ترجع الكرة لاشتاقن، وصل الكرة سيرجي روبرتو، يلعب كرة راكيتيتش، يمشي إيفان إنيستا، حسن مستوى المباراة بآخر 10 دقائق. قلت موعودين بشوط ناري في الشوط الثاني في الكلاسيكو رقم 237. الريال يبحث عن فوزه المئوي في تاريخ الكلاسيكو بين الرسمي والودي. هو 95 انتصار رسمي، لكن فايز 4 مباريات أخرى على الصعيد الودي الفرنسي. إذا هل يحقق الميرينجي فوزه رقم 100 بهدفه رقم 400 في الكلاسيكو ديل موندو؟ في الانتظار هذا لا، فما خطف وما فاول، فما كورة فما صنعة، يمشي تهبط الشر. ميسي عارض المتعة في عالم القدم، أنا كبيرهم على صغري، أنا رقم 1 في عالم الجلد المدوري. ميسي مارسيلو، ديربي ممكن تشوفه او كلاسيكو ممكن تراه في بين سبورت بعد 6 شهور باذن الله في مونديال الروس. في الانتظار، هل هي ضربة قدم ام هي صنعة رؤوس من اجل تعمير الراس وتغيير الكلاسيكو والارقام بالكراس؟ 1-0. من سيسعد من الناس؟ ريال رونالدو او برشلونة ليو؟ كرة من الميسي، يمشي ميسي، كرة خطيرة، كايلور قلبه زايد دقات، لما توصل لهذا القلب يزيد يدق. ميسي او اينشتاين كرة القدم، ترجع الكرة من اينشتاين، ألبر اينشتاين او ليو اينشتاين،
يمشي ميسي، لا يستغرب يحطها له، يمشي بالكرة ميسي والدفاع ضربت في الجدار رويدا وتمشي تماس تتبختر كرة الكلاسيكو رقم 237. لا تماس ولا ركنية، آخر صافرات الحكم مارتينيز. الشوط ينتهي 0 البارسا 0 الريال، أو خلينا نقوله بأفضلية فريق الدار 0.